السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد على قناتكم سطلانة كروية. الحمد لله، العبد لله كان من أوائل الناس أو من أول واحد اتكلمت في مشكلة مرتضى منصور مع محمد عبد الغني، واللي مش مصدقني يرجع لفيديوهاتي على قناة اليوتيوب. الفيديو أنا منزله أول امبارح. الناس ابتدت تتكلم امبارح عن الحادثه، الناس زي مثلا خفاجي والكردي وراموس الغلابه الهستيري الجرحي، كل الناس دي اتكلمت بعديها تاني يوم لما صباحيه تاني يوم. انا عبد لله كلمت عليها اول ما حصلت اول امبارح، واللي مش مصدق ينزل يشوف الفيديو في فيديوهاتي على القناه. وهي المشكله والكارثه ان هو ان مرتضى منصور من مرضه العقلي، اول ما عمل المشكله مع عبد الغني راح جاب الراجل بتاع القناه تعالى هنعمل فيديو، وقعد بقى يصب غضبه على ناس تانية، على الخطيب، وجاب الاهلي مش عارف بدون اي لازمه. هو قال لمحمد عبد الغني او قال عليه بعد ما كان راكب توك توك دلوقتي راكب بي ام وعايش في الدور. نفس الحته قالها في الفيديو، قال لك توك توك، قال لك ده انا اوصل اسامه نبيه ويوسف فاروق جعفر للاهلي عند انا اخدهم بتوك توك. هو قال كده برضو نفس لفظ توك توك، وجاب الاهلي بدون اي مناسبه في الموضوع. ولا الاهلي عايز اسامه نبيه ولا الاهلي عايز سيف جعفر، بس يقول لك انا هوصلهم للاهلي. نادي تاني اسمه بيراميدز هو اللي راح واخدهم، يقول لك انا اللي هوديهم للاهلي. هو عنده مشكله عقليه مع النادي الاهلي. وتاني حاجه مشكله الكارنيه، وقعد يسب في حسين لبيب ويقول لك الكارنيه مزور ومش الكارنيه مزور. واللي يرجع لفيديوهات مرتضى منصور من اسبوع سابق قال لك انا هعمل الكارنيه ببلاش للبيب، بس هو وعدني ان هو ما يقعدش ينتقدني، وانا يا عم مش عايز فلوس. ده حتى في واحد من مجلس الاداره عمل فيديو وقال لك فعلا المستشار بعت الكارنيه لحسين لبيب. ازاي انت تطلع بقى دلوقتي تقول لك حسين لبيب مزور الكارنيه؟ انا مش فاهمها. طالع برضو يتكلم على مشكله كهرباء امبارح ويقول لك كهرباء كذا هيتوقف. هو عمل فيها رفع الدعوه، وهو المحامي وهو القاضي وهو اللي نزل الحكم، يقول لك هيتحجز عليه وعلى عربياته وعلى ابوه وعلى اخوه وعلى كل الراجل فقد عقله. انت فقدت عقلك يا مرتضى منصور، مش نافعه، مش التركيز خلاص بقى صفر، وده خطر جدا على نادي الزمالك. وليكوا الله. ولو مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل الجرس. وتاني شكرا على انفرادنا امبارح بفيديو خناقه مرتضى منصور مع محمد عبد الغني، وفعل الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.